اهلا بيكم. حلقه جديده النهارده هنتكلم فيها عن غرائب في عيادات التجميل. في حياه كل دكتور فينا بيحصل له شويه مواقف كده من بدايته لحد المرحله اللي وصل ليها. الحقيقه المواقف دي بتاثر فينا كلنا. في موقفين انا احب احكيهم دايما، بديهم مثال لزمايلنا الصغيرين او اساتذتي اللي علموني فيهم من الايام، او حتى التيم اللي بيشتغل معانا. رقم واحد، كان عندنا مريضه من المملكه الحقيقه، ودي عملت معانا شد بطن. العمليه كانت حلوه جدا والدنيا عدت حلوه جدا، وبعدين المريضه فضلت معانا هنا حوالي اسبوع في مصر، شدنا درانينا والدنيا فتره النقاهه كانت كويسه جدا. المهم هي رجعت المملكه بعدها بكام يوم، المريضه زارت عياده من عيادات التجميل هناك، واتقال لها كلام مغلوط ان العمليه بتاعتها مش ناجحه. المريضه كلمتني كانت منزعجه جدا الحقيقه، وانا قعدت اطمنها. المهم هي اتنقلت من عياده شافها الاول حد ممارس عام وبعدين اخصائي وبعدين استشاري. الاستشاري ده كان بالصدفه راجل زميل لينا، هو اكبر مني مرحله عمريه يعني، بس راجل زميل لينا، وطمن المريضه جدا وطمني. الحقيقه انا ما اكتفيتش بكده، ورحت مكلم الست الفاضله دي تماما وحجزت لها تذكره طيران ونزلتها. التيم اللي كان معايا كان مستغرب جدا الحقيقه من اللي انا عملته، لان كانوا متوقعين ان في مشكله ما هتحصل. انا كل اللي قلت لها حضرتك هتنزلي معانا هنا مصر يومين، وحجزنا الطيران وحجزنا الاوتيل بتاعها، وجات المريضه عندنا هنا في العياده، احنا طمناها، ما عملناش ولا حاجه اكتر من احنا غيرنا على الجرح بطريقه منتظمه يومين، وسافرت العيانه تاني. الحقيقه التيم اللي كان معايا الحقيقه مش فاهم احنا عملنا كده ليه. هو ده تحملك لمسؤوليه العيان، ان العيان ده بتاعك حتى لو في بلد تاني. المريضه دي الحقيقه بعتت لي عيلتها كلها على كلمه واحده: الراجل ده راجل امين. ده درس في الحقيقه كلنا نتعلمه. حضرتك شايف حاجه معينه، يا تكونتاكت الدكتور زميلك يا اما تقول للمريضه بصراحه، لكن اسهل ما في الموضوع انك تقول مين كذا اللي عمل كذا او العمليه دي كانت غلط. الست دي الحقيقه احنا على معرفه ببعض دلوقتي داخلين في اكتر من 10 سنين. الحقيقه ست محترمه جدا، عيلتها كلها عملت معايا عمليات، وبالنسبه لي كانه اعلان ماشي لي على الارض. ده من ضمن كرم ربنا عليا جدا. الحاله الثانيه الحقيقه، الست دي انا بتكلم عليها كتير جدا الحقيقه. الست دي عزيزه في قلبي بشكل فظيع. الست دي فضلت معانا مثلا، جات لي قبل العمليه مرتين او ثلاثه، وليله العمليه فضلت سهرانه معانا الحقيقه، وبتقول لي ايه: لو سمحت يا وائل ما تسيبنيش وانا في العمليه. فانا ما كنتش فاهم الكلمه. يا ستي انا اللي بعمل العمليات وحضرتك هتبقى بنج نصفي او بنج كلي، بس المهم في الاخر وائل هو اللي موجود. هي بتقول لي لا انا مش قصدي في العمليات، ما تسيبنيش. كررتها اكتر من مره الحقيقه. ان شاء الله الدنيا خير وتحاليلنا كويسين والكلام ده كله، ودخلنا مكان محترم جدا جدا جدا، عملنا فيه الاجراء بتاعنا. المهم في الاخر بعد ما خلصنا الست طلعت الاوضه، حصلت عندها مشكله صغيره، فضلنا كلنا موجودين حواليها، فضلنا تقريبا حوالي يومين او ثلاثه، والست كل شويه تقول لي ايه: انا كنت عند حسن ظني فيك. دايما كانت تقولها لي: انا عند حسن ظني فيك. قمنا من العمليه بتاعتنا كويس جدا الحمد لله. صاحبتنا لحد النهارده بنتزاور، هي موجوده الحقيقه في الخارج لكن بنتزاور، بنتكلم بصفه منتظمه، بتبعت لنا عينين كتير جدا على برضه كلمه واحده: الناس دول امنا. النصيحه اللي في الاخر بقى: رقم واحد، اختيارك للطبيب ليه شويه شروط، غير شهاداته العلميه، غير مكانته، غير الريفيوهات. رقم واحد، لازم تقابل المريض. مفيش اوفر اونلاين كونسلتيشنز كتير قوي. اختياري للعمليات لازم اكون قابلت الدكتور بتاعي مرة. 2، ودي نصيحه باكد عليها لزمايلي ولاخواتي الصغيرين: ارتباطك بالمريض دي مدى الحياه، يعني يا المريض يدعي لك او يدعي عليك مدى الحياه. خلي المريض بتاعك يدعي لك، احترم مهنتك وخد اجرك كويس، لان انت في الاخر بتاخد بالك من العيان كويس. مش معناه النهارده انا دكتور غالي او رخيص، انا بحترم مهنتي وبحترم عياني، فبشتغل في مكان كويس، بصرف على العيان كل الخامات بتاعته تبقى كويسه جدا عشان اوصل لاحسن نتائج. غير كده هتحصل اي مشكله في التجميل اللي بنسمعها. معاكم دكتور وائل يحيى، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.